السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم فيديو جديد من قناة مارو عليوة على اليوتيوب. قبل ما نبتدي الفيديو يا ريت تدعم الفيديو ده باللايك، سبسكرايب، تفعل زر الجرس لو مش مشترك معانا، وتعمل شير لاصحابك. باذن الله الفيديو يعجبك وهنخش في الحلقة على طول. مش حلقة يعني، هو عبارة عن فيديو هنشتم فيه نونس كلنا كده ونفرغ طاقتنا فيه. انا استنيت امبارح الماتش خلصان الساعة 1 الفجر بعد ضربات الجزاء وكل حاجة، طبعا عن ماتش ليفربول يعني وباريس. خلص لنتيجة باريس يعني بصالح ضربات الجزاء، بعد ما محمد صلاح بس هو الوحيد اللي جاب ضربة الجزاء، ونونيز وجونز. يعني جونز مش نونيز، هو نونيز. خلينا نركز مع نونيز في الفيديو ده بس. فاتفضل لو انت عندك رأي تقوله برضه في نونيز في الكومنتات، وانا هقول لك كل حاجة. نونيز من بعد ما دخل الماتش ليفربول قلت اقسم بالله وكنت متأكد ان ليفربول هيخسر. الواد لا عارف يستلم كورة، لا باص صح، كان بيجري مع الاوفسايد. حلو، هو اوفسايد فهو بيجري عليها. لويس دياز خلاص شافه وقال لك الكرة هتتحسب اوفسايد. في نصه وهو بيجري خلاص الكرة عدت وهو مع الكرة، هو قدام الكرة خلاص، قام سابها، افتكر انه اوفسايد وسابها ولويس دياز تحت، وراح مزعق للويس دياز. انت غبي يالا، انت حمار. انا استنيت اهو بعد الفطار عشان اشتمك عشان ما اضيعش صيام. حرام يا عم، ده انت يعني حاجة. استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم. بصوا انا برشلوني، بس دلوقتي بقيت اتمنى خروج برشلونة عشان رافينيا ما ياخدش البالون دور يا جدعان. محمد صلاح دوري انجليزي، دوري ابطال، وباذن الله افريقيا اللي جايه باذن الله تبقى سهله مع حسام حسن ومرموش مع المنتخب بقى حلو. يعني بقى حلو خلاص بقى في امل يا جدعان ان محمد صلاح ياخد البالون دور، احسن لعيب في العالم دلوقتي. ومفيش لا ميسي ولا كريستيانو ولا لعيب بينافسه غير رافينيا. رافينيا فككم من ديمبلي ده مش جايب نص ارقام صلاح، يعني اداؤه حلو بس مش جايب نص ارقام صلاح. رافينيا هو اللي قريب منه قوي. وعلى فكره برضو رافينيا بعيد عن محمد صلاح في الارقام. محمد صلاح فارق برضو، وهداف دوري انجليزي اكتر من صنع. ده ناقص له اسمه ده 9 تجوان، ناقص له 10 تجوان بالظبط، ويبقى اكتر لاعب في تاريخ الدوري الانجليزي مسجل اهداف في موسم واحد، متفوقا على ايرلينج هالاند 36 جون. انت فاهم؟ ومحمد صلاح دلوقتي عنده 27 جون وعامل 20 اسيست، بعيد عن كل حد في اوروبا. فهو كان دوري الابطال مع الدوري الانجليزي ده خلاص خلصت. باذن الله خير، فباذن الله برشلونه يخرج. بس يعني رافينيا يعني ممكن يبقى عندهم رؤيه ونظر برضو ويقول لك محمد صلاح. لا، محمد صلاح يستحقها الموسم ده وبتاع، ومساهم دوري انجليزي ومانشستر وتوتنهام ومش عارف ايه، ويعني ايه يعني كان بيجيب فيهم جوان وكده، وكان مأدي يا جدعان مأدي. انتوا شفتوا نظرته اصلا امبارح لنونيز؟ خلاص يعني واحد جه ضيع حلمك ونونيز نزل عبء على الفريق. ليفربول مات بعد ما نونيز دخل. خلاص مفيش بدلة، احنا ما عندناش بدلة بربع جنيه نهائي ينزلوا يعملوا لك الفرق. بص الناس خرج باركولا نزل لك دويه، خرج مش عارف مين منزل لك زي امري، ومعاه عثمان ديمبلي، معاه دكة افشخ من التشكيلة بتاعته. انت فاهم ده؟ يعني باريس مع انريكا يا جدعان فريق اقسم بالله مرعب. وليفربول كانت كسبت الماتش اللي في الامراء ده بالحظ وبالتوفيق فقط لا غير. على فكره ليفربول في الانفيلد عمل شوط تاني ولا اروع. ده ارنولد جايب 3 عرضات، وكوانسا اللي لعب باك يمين بدل ما ارنولد خرج مصاب جايب كوره بدماغه في العارضه. الحظ كان خلاص، اصل مفيش حد، اصل التاني فريق مجتهد وهو اللي دعكك الماتشين الصراحه برضو. فيعني هنتكلم في ايه؟ يعني هو شوط قدام 3 اشواط لعبهم باريس، فباريس طبعا هي اللي طبعا تستحق. وعلى فكره نونيز برضو ما يتحملش هو كده يتحمل. انا قصدي يعني ان اللي نزله بيتحمل، ما ارني سلوت ما هو اللي منزله. يا اخي انت طول الموسم عندك تبديلات تكتيكيه وبتعرف تقرا الماتش، ما عدا الماتش ده نزلت نونيز. سبحان الله. برضو خلينا نفتكر ان ده يعني دي اول مره في تاريخ ارني سلوت يوصل للدور ده، وطبعا صعب عليه. لويس انريكي واخدها اصلا قبل كده مع برشلونه، وكان بيدرب ميسي وسواريز 2015، ميسي وسواريز ونيمار. يعني من الاخر كده الراجل ده كان معاه كده جيل ذهبي برشلونه. انا بصور الفيديو ده وحابب اقول لكم نتيجه ماتش ريال مدريد واتلتيكو مدريد. ريال مدريد كسبت اتلتيكو مدريد في ضربات الجزاء وتفوقت عليه. بس ده حابب اقول لكم الخبر ده بقى. يلا ارجعوا للفيديو، يلا سلام. ويعني خلاص يعني ننهي الفيديو على كده. لو عجبكم الفيديو ما تنسونوش بالفولو واللايك.